خليني أسألك، أيام الأسبوع معروفة 7 أيام. نعم. وكلنا حافظين أسمائها، لكن من اللي سمى هذه الأيام ومتى تمت تسميتها؟ ومن اللي رتبها سبت وأحد واثنين؟ انت اليوم فاتح علينا جبهات اختراع ومعلومات ومنك نستفيد يا ريان. يلا شوف يا علي، وعلى السريع، تسمية الأيام وترتيب أيام الأسبوع من اختراع البابليون، وطبعا هذا قبل آلاف السنين. ويت الحكاية من ولع البابليين بالنجوم، فرصدوها وتابعوها وأعطوا كل نجم اسمه، ورصدوا بالفعل 5 كواكب وأضافوا لهم الشمس والقمر، أصبح المجموع 7، فكان هذا هو عدد أيام الأسبوع. ولاحظ أن الإنجليز خذوا المعنى من البابليون، فيقولون sun day من الشمس، ومون داي من القمر، وستر داي من اسم كوكب زحل، وباقي الساترن أيام الأسبوع تم أخذها من أسماء الكواكب اللي رصدوها، فزحل السبت، والمريخ الثلاثاء، وعطارد الأربعاء، والمشتري الخميس، والزهرة الجمعة. بالنسبة للعرب كانت الأيام لديهم أسماءها مختلفة وغير مرتبة، ثم تغيرت بعد ذلك وسارت على نفس هذه الأجندة. البابليون هم من قسم الأسبوع ورتب أيامه. شو رأيك في المعلومة؟ صراحة معلومة أحس إني وايد جميلة عقدتها، بس يجي